تنفع جوع آخر الليل، وتنفع كمان في رمضان تبقى من ضمن أكلاتنا اللي بتبقى على السفرة الجميلة اللي احنا متعودين عليها. هنعمل النهاردة الجلاش بحشوة حلوة قوي وسهلة جدا وبسيطة جدا، مفيش أسهل من كده. ده غير اننا مش هنحط ورقة وندهنها سمن وورقة وندهنها سمن، يعني مش هنحط ما بين كل ورقة وورقة سمن. للناس المبتدئة طريقة سهلة جدا ان شاء الله تنال اعجابكم. عملنا مع بعض قبل كده جلاش محشي لحمة مفرومة وجلاش بالسوسيس وميكس جبن. النهاردة هنعمله بحشوة الجبن وهنضيف له لانشون. هقولك ازاي تطلعيه مظبوط ولونه مظبوط والتسوية بتاعته المظبوطة تكون ازاي وينجح معاكي من اول مرة. وقبل ما ابدأ الفيديو، انا اسماء طاهر. لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وما تنسوش اللايك. يلا بينا نبدأ في وصفتنا على طول. اول حاجة بحب جدا استخدم للجلاش صينية تكون على قده علشان